بسبب إن كمية الفيديوهات اللي موجودة على القناة أصبحت كتيرة جدا، فبقى من الصعب تنظيمها، ومن الصعب إن المتابعين يوصلوا ليها بسهولة. علشان كده قررت من كذا حلقة فاتت إن أنا هتبع أسلوب السلاسل، زي سلسلة الانفجار العظيم اللي بنشرح فيها كل حاجة موجودة في الكون بالتفصيل. حلقات قصيرة بتوضح فكرة معينة بعينها. وصح إن أنا مخلصتش السلسلة دي ولسه فيها عدد كبير جدا من الحلقات، ولكن قررت إن أنا هبدأ سلسلة جديدة. السلسلة دي هنتكلم فيها شوية عن ميكانيكا الكم. والسبب التاني اللي مخليني بنزل حلقة تقريبا كل شهر هو إن مفيش أي إقبال على الفيديوهات، بالتالي الواحد مبقاش عنده الرغبة في إنشاء فيديوهات جديدة، والموضوع بقى تقيل عليه شوية. والحلقة دي هي الحلقة الأولى وهنتكلم فيها عن الحركة البراونية، أول خطوة لتأسيس علم ميكانيكا الكم. قصتنا بتبدأ مع عالم النبات المجتهد روبرت براون، المولود سنة 1773. روبرت براون كان عالم نبات مجتهد ومحب للمجال بتاعه، المجال اللي بيعتبر بالنسبة لأغلب العلماء حتى علماء النبات نفسهم مجال ممل. وبحثا عن اكتشافات جديدة ونباتات جديدة يقرر روبرت براون إن هو يسافر في بعثة متجهة لأستراليا. من هناك يرجع سنة 1805، ولكن يرجع معاه أكتر من 4000 عينة جديدة من نباتات أول مرة نشوفها، وبالتالي يقضي 7 سنين في عملية تصنيف النباتات دي. والمجهودات الجبارة اللي قام بيها من جلب العينات إلى تصنيفها تخليه في النهاية هو القائم على المتحف البريطاني. يتنيه الوضع طبيعي جدا لغاية سنة 1827. في الفترة دي يحصل روبرت براون على ميكروسكوب قوي، ميكروسكوب أفضل بكتير جدا من جميع الأنواع اللي استخدمها قبل كده. بالتالي قرر روبرت براون إن هو يشوف مدى الوضوح أو التفاصيل الجديدة اللي هتظهر لما يبدأ يراقب حبوب اللقاح. المفاجأة بالنسبة له إن هو أول ما شاف حبوب اللقاح لقى إن حبوب اللقاح مش مستقرة في مكانها، وإن حبوب اللقاح بتتحرك حركة عشوائية من الصعب التنبؤ بيها، والحركة مش ناتجة عن تصادم حبوب اللقاح ببعضها. يعني حبوب اللقاح اللي موجودة في مسار تصادمي بتتغير اتجاهاتها وسرعتها من قبل حتى ما يحصل أي عملية تصادم. هنا روبرت براون يقرر إن حبوب اللقاح هي كائن حي زيها زي البكتيريا، وإنها بتمتلك شكل من أشكال الحركة الذاتية اللي مسؤولة عنها بعض الأرواح الحيوانية. بعد كده يبدأ روبرت براون إن هو يجرب أجسام تانية تحت المجهر ده، ويشوف هل نفس الحركة العشوائية والغريبة دي هتبقى موجودة ولا لأ. وتكون المفاجأة بالنسبة له إن كل المواد تقريبا بتتحرك نفس الحركة العشوائية تحت المجهر. فيقرر إن هو يبدأ يدور على مواد غير عضوية، مواد مش حية وما كانتش حية في أي وقت من الأوقات، ويكتشف برضه إن بيحصل فيها نفس الحركة، لدرجة إن البعض بيقول لك إن هو جرب على مجموعة من الآثار المصرية اللي عمرها 5000 سنة، ووجد برضه إن الغبار ده بيتحرك نفس الحركة العشوائية. الحركة العشوائية دي بقى تكريما لتجارب وجود روبرت براون أطلق عليها اسم الحركة البراونية. صحيح إن روبرت براون مش أول واحد اكتشف الحركة العشوائية للأجسام دي، وإن في ناس كتيرة جدا اتكلموا عنها قبله زي الباحث الهولندي أنتوني ليفنهوك، ولكن الوحيد اللي عمل عليها تجارب وعمل عليها دراسات وأعطى ليها بعض القيم التقديرية كان هو روبرت براون. إيه تفسير روبرت براون للحركة البراونية؟ ما كانش عنده أي تفسير، هو قام بالتجارب والإحصاءات الرياضية وخلاص. الموضوع يتنيه 50 سنة زي ما هو، لحد ما يجي العالم لودفيج كريستيان فاينر ويحيي فكرة قديمة جدا، هي فكرة الذرات. الفكرة اللي كانت موجودة في العصور اليونانية إن السائل أو أي مادة في الدنيا بتتكون من مجموعة من الكور الصغيرة، وإن الكور الصغيرة دي هي اللي بتصطدم بحبوب اللقاح أو بالكور الكبيرة أو الغبار اللي موجود داخل السائل، بالتالي بتظهر لنا الحركة البراونية. المشكلة في الموضوع ده إن مصطلح الذرة كان لسه موجود وبيستخدمه علماء الكيمياء، فبدأت تقوم خناقة بين علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء، كل واحد عنده تعريف خاص بالذرة. فالذرة بالنسبة لعلماء الكيمياء هي عبارة عن أصغر جزء من المادة، وبالتالي الذرة دي لا تزال تمتلك نفس خواص المادة، فالذرة بتعبر عن المادة اللي بتنتمي إليها. فلما بتتعامل مع ذرة على حدة مش زي إنك تتعامل مع مليارات وتريليونات التريليونات من الذرات. بالتالي الذرات كانت لا تخضع لنفس القوانين اللي بتخضع ليها المواد. بعد كده يجي العالم لوي جروجوس جول ويقول لك إن الموضوع متعلق بالسائل، وإن ما ينفعش إن إحنا نقول على إن الحركة البراونية هي حركة مستمرة. فلو كانت الأجسام اللي موجودة من آلاف السنين لا تزال تتحرك، ده معناها إن هي محتاجة قدر كبير جدا من الطاقة، وبالتالي قوانين الديناميكا الحرارية بتاعتنا هتكون خاطئة. فيا إما كمية الطاقة اللي موجودة في الكون بتزيد مع الوقت،
أو إن الكون بيخسر الطاقة بتاعته، والطاقة اللي فيه عمالة تقل مع الوقت، وده غير صحيح. المفروض إن كمية الطاقة اللي موجودة في الكون ثابتة، بالتالي السر من السائل، وإن عملية الاهتزاز دي نابعة بشكل أساسي من الاختلافات في درجة الحرارة. فلو حافظنا على درجة الحرارة ثابتة مش هنشوف أي اهتزاز ولا أي حركة برونية. ويتنيه الموضوع بدون أي تفسيرات فعلية وواقعية لحد سنة 1905 لما ألبرت أينشتاين بدأ يقترح نظرية النسبية الخاصة. كان مطالب ألبرت أينشتاين بناء على الفهم الجديد أو المفهوم بتاعه في النسبية العامة والنسبية الخاصة إنه يتكلم عن طبيعة المادة والكون ككل، وبالتالي نشر 5 مقالات بيتكلم فيها عن الموضوع دوت. في أحد المقالات اتكلم بشكل غير مباشر عن الحركة البرونية، فهو ما كانش يعرفها أو سمع عنها قبل كده. فهو توقع إن الذرات الموجودة في السوائل أو الموائع بتسبب نوع من الحركة أو الاهتزاز للأجسام اللي موجودة فيها، والسبب في كده إن الذرات بتخبط الأجسام. يعني لو قلنا عندنا حبوب لقاح في سائل أو في مية، فالحركة البرونية بتاعت حبوب اللقاح دي سببها إن الذرات الصغيرة بتخبط حبوب اللقاح. طيب ايه الجديد اللي جه بيه ألبرت أينشتاين؟ الجديد اللي جه بيه ان هو قدر تقريبا كمية الحركة دي هتكون قد ايه، وقال لك ان في علاقة رئيسية ما بين الحركة بتاعة الأجسام اللي موجودة في الموائع وما بين حجم الذرات وحجم العوائق نفسها أو الشوائب نفسها. يعني كل ما كان الفرق أكبر كل ما كانت عدد الذرات اللي بتخبط حبوب اللقاح أكبر، بالتالي الحركة هتكون أقل لأنها بتلغي بعضها البعض. والموضوع بيخضع لحاجة اسمها قانون الأعداد الكبير، وبالتالي كل ما يكون حجم الجسيم أو العالق أصغر كل ما هنشوفه بيتحرك حركة أسرع وبشكل عشوائي أكتر. فمثلا جزيء الماء في المتوسط أصغر بحوالي 100,000 مرة من حبوب اللقاح، وبالتالي حركة حبوب اللقاح في الماء هتبقى أقل بكتير جدا من حركة باقي الأجسام الأصغر من حبوب اللقاح. بتعتبر المبادئ البسيطة اللي قالها ألبرت أينشتاين هي البداية لفهم الحركة البرونية بشكل أكثر وضوحا، وإنك تبدأ تعمل لها نماذج رياضية وإحصائية، وده حصل فعلا. ولكن المشكلة إن ظهر عندنا مبرهنتين اتنين. المبرهنة الأولى هي مبرهنة بولتزمان، والمبرهنة التانية هي مبرهنة بونكاريه. المشكلة إن المبرهنتين الاتنين بيناقضوا بعض وبيناقضوا قوانين الديناميكا الحرارية، وهنا تبدأ تنشأ خناقة جديدة ما بين علماء الفيزياء، ويبدأ على أثرها يتأسس العلم الحقيقي لميكانيكا الكم، وده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية.